مساء الخير، معاكم احمد سامي بروكر ايجيبت. احنا النهارده فين؟ احنا النهارده في الاحواض في الشيخ زايد، في حوض 2 تحديدا، في شركه الجبري. زي ما حضراتكم شايفين المستوى اللي الشركه سلمت بيه ده كده الكومباوند بتاعهم اللي في حوض 2. بالمناسبة شركة الجبري نازلة بلونش لسه طرح أول في حوض واحد، مش حوض 2، يعني أقرب من ده. تمام، حوض واحد بوابة 3. عندهم فيلات تاون وتوين وستاند الون، بتتكلم في ستارت برايز من أول 14 مليون. بتمتلك فيلا يا جماعة في الشيخ زايد تبع جهاز الشيخ زايد ب 14 مليون و16 مليون و17 مليون، والستاند الون ب 19 مليون. بتتكلم ان انت بتدفع مقدم 10% وبتقسط على 10 سنين بدون فوائد وبدون دفعات. فعندنا ستاند الون هنا في الشيخ زايد بتقدر ان انت تمتلكها على 10 سنين بتوتال سعر 20 مليون جنيه. ال 20 مليون جنيه دول لو احنا عكسنا الواجهه بتاعتنا واتكلمنا على التجمع او على مستقبل سيتي، هنتكلم او حتى على العاصمه الاداريه، عشان ناخد ستاند الون بنفس المساحه دي متوسط 40 او 45 مليون. ومع العلم ان الناس، في ناس، بعض الناس بتقول لك الاحواض مش احسن حاجه. لا، مش دي يا جماعه الاحواض. بصوا بقت عامله ازاي. احنا الفكره كلها بس ان العميل بقاله فتره ما نزلش ميتنج وما شافش المكان عامل ازاي. دي الاحواض. هستنى رايكم فيها، ولو عايز اي كومنت من اي حد يقول لي مثلا حوض واحد، حوض اتنين، حوض تلاته، حوض اربعه، مشكله مع شركه معينه، انا هنا دلوقتي بقيت في الشيخ زايد وهقدر اجاوب على كل اسئلتكم. لو في اي سؤال حد عايز يطرحه لي انا مستعد ومجاوب معاكم. عندي هنا في الاحواض عامه بشكل عام عندي فيلات تاون وتوين وستاند الون. زي ما حضراتكم شايفين في حاجات استلام فوري، في حاجات استلام سنه، في حاجات استلام سنه ونص، في حاجات استلام 3 سنين. كله بيرجع للبيمنت وسعر المتر. فزي ما احنا شايفين كده الكومباوند خلصان وساكن ومترفق كمان. عندنا هنا غاز وعندنا هنا كل حاجه لانه ساكن بالكامل. ولو محتاجين اي تفاصيل اكتر هستناكم تكلموني. كان معاكم احمد سامي بروكر ايجيبت.